كابتن محمد صلاح أخيرا قرر إنه يتدخل ويتبرع بمبلغ مالي لأهل غزة بعد حلقة عمرو أديب، وبيقولوا تقريبا كده مليون دولار. ونجيب ساويرس رجل الأعمال معروف شايف إنه مهما عمل ومهما اتبرع هنفضل حاقدين عليه، وإننا أمة بتكره النجاح والناجحين. طيب، أنا الحقيقة ما كنتش حابب أعلق عشان في أهم بيحصل دلوقتي، والواحد من كتر الصدمات والمشاهد اللي بيشوفها ما بقاش قادر يعبر أو يتكلم. فبنحاول نحافظ على الطاقة اللي تخلينا مستمرين في دعمنا، بس برضه في كام نقطة كده لازم نوضحها. الفكرة مش فلوس، أساسا مش عارفين المساعدات اللي اتلمت دي هتدخل ولا لأ. ومحمد صلاح مش مجرد لاعب كورة ولا واحد عنده فلوس كتير واحنا طمعانين فيها لا سمح الله. ده بابليك فيجر مؤثر، له دور اجتماعي بره الملعب، واللي بالمناسبة بيكسب منه فلوس أوقات أكتر من اللي بيكسبها جوه الملعب. ولما انتظرنا دعمه كان عشان عارفين مدى أهمية ده، وقد إيه كان ممكن يعمل ضغط عالمي وتوعية باللي بيحصل، وكان ممكن يترتب عليه تأخير قذيفة من اللي اترموا أو إنقاذ روح طفل واحد من اللي ماتوا. ده غير إنها بالمناسبة كانت هتبقى مكسب لمحمد صلاح هيزود شعبيته اللي هتتحول لفلوس في الآخر. كريم بنزيما كتب تويتة واحدة وصلت لأكتر من 40 مليون. متخيلين ده تأثيره ممكن يكون إزاي؟ واللي بالمناسبة ممكن يتحبس بسببها لأنه معاه الجنسية الفرنسية. فالفلوس اللي محمد صلاح هيتبرع بيها دي زيها زي الفلوس اللي اتبرع بيها ماكدونالدز عشان ينقذ نفسه. الناس اللي بتموت دي مش شحاتين يا صلاح، دي ناس بايعة عمرها عشان القضية. واحنا مش حاقدين يا ساويرس، احنا بس كنا منتظرين اللي مننا يحس بدمنا ودم اخواتنا. وبعدين هو احنا لما نمدحه نبقى جمهور اللي في ظهره ويتكتب فينا شعر ويتعمل لنا اعلانات تكسب ملايين، ولما ناخد موقف نبقى حاقدين وبنكره النجاح؟ اللي بيحصل ده استحقار لينا واستخفاف بدم اللي ماتوا واللي بيموتوا. انا مش محتاج اعرف هو ليه ساكت لحد دلوقتي، ايا كانت دوافعه. انا ليا بالظاهر، والظاهر ان الناس بتموت، والظاهر ان دي سفالة وقلة ادب.